بصي بقى يا ست الكل، اي حاجه عايزه تعرفيها في البيت ده خدامك الدرش يجيب لك النهيه. تجسس، مراقبه، خبر حصري، اي حاجه. وايمانات اللي ما بعمل كده عشان الفلوس ولا عشان تحليلي بقي، لا انا بحب كده اصلا. لا لا، انا مش عايزه ولا تجسس ولا عايزه اعرف حاجه عن اي حد في العالم. ماشي، لو غيرت رايك في اي وقت خدامك درش في الخدمه. ثانك يو يا مصطفى. على بالك على حاجه يا نجم؟ يا خطفت الرجاله يا واطيه. نعم. يا نرجس، ده انت يا حرام هتاخدي فوق دماغك. انت بتكلميني انا؟ يا نرجس، ده كفايه ريحتك وانتي داخله علينا كانها مبيد حشري يا نرجس. انت نرجس، يبقى اكيد بتشتموني انا، اكيد قصدكم انا بالكلام ده، اكيد مش بتشتمي نفسك يعني. خليكي عارفه بقى، ايامك اللي جايه معايا مش هتبقى هينه ابدا، عشان انت اتهمتيني ان انا سرقت تليفونك وانا ما خدتوش. ومش يا نرجس بقى يا عايده. انا ما اتهمتكيش ان انت سرقتي الموبايل، انا اصلا كنت لسه ما اعرفش ان انت حراميه. اللي اتهمتك ان انت سرقتي الموبايل بتاعي هي طنط مامة جعفر. طنط مامة جعفر اسمها الحاجة وصيفة يا حبيبتي. ممكن اسالك سؤال؟ ما تسألي يا اختي، هو احنا في فصل؟ ناقص ترفعي ايدك قبل ما تسألي. هو انت ازاي عايشه مع واحد قتل اخوكي؟ هو انتوا ازاي كلكم عايشين مع واحد قتل اصلا؟ انتوا غراب جدا. بقول لك قاتل اخو مراته. وقلت كمان دفاع عن النفس. خليكي محدده. عايز اقول لك على حاجه، لو حد هجم علينا في البيت انا وانتي ومامي الله يرحمها وحاول ان هو يضربنا او يعذبنا او يسرقنا او يخطفنا وانا قتلته، مش هيبقى دفاع عن النفس؟ في حد ممكن يلومني؟ ممكن اخد فيه ولو شهر واحد؟ ابدا. طب ده قتل اخو مراته. انت عارفه برايه اللي قاعد في السرير اللي فوقيه قتل مين؟ قتل باباه ومامته وطفلين الاتنين. لو تشوفيه وهو نايم مبتسم تقولي عليه كيوت. معلش يا بابا استحمل. هو ناقص كام يوم يا حبيبتي ويبدا يدفع؟ ابدا اخرج. انا لسه متجوزه، وكمان هو قال ان هو مش هيديني فلوس غير لما يبقى في بينا حب بجد. نحبه، عايز حب نديله حب، بس بابي يفرج عنه، بابي يترحم من برايه. بقول لك قاتل باباه ومامته وطفلينه. هو مش عايز الحب اللي انت فاهمه، هو عايز حاجه تانية. حقه، حلاله، شرع الله. وانا بربيك على انك تبقى حقانيه، نديله حقه وناخد حقنا. حاضر يا بابي هحاول. مفيش نحاول، في ان شاء الله تنفيذ على طول. عشان خايف عليكي من ربنا. الست اللي تمنع نفسها عن جوزها عايده اسمها ناشد، ناشع. اسمها ايه لما رحت انا ومامي للشيخ؟ ناشز. ومش انا الاب اللي يرضى ان بنته تبقى ناشز عايده. حاضر يا بابي، هعمل اللي اقدر عليه. عايده انا كنت عايزه افضفض لك بحاجه وجعاني قوي. في ايه؟ حاجه ما ينفعش احكيها غير ليك انت يا حبيبتي. من كام يوم كنت واقف انا واربعه من الزملاء مساجين، وواحد منهم قال نكته. كلنا ضحكنا قوي. الحقيقه النكته كانت حلوه، احنا ما كناش بنجامله يعني. في عز ما احنا بنضحك راح ضاربني حته قلم، والغريب انه ما ضربش اي حد من التانيين وكلهم كانوا بيضحكوا برضه. انا هتجنن هو ضربني ليه؟ هيدا من فضلك انجزيني، انا مش قادر. حاضر يا بابي، قلت لك حاضر. ينفع حبيبتي وانت مروحه عشان تنجزيني تعدي على امانات سبيلي 5000 جنيه؟ مش عشاني، عشان لو حد من الزملاء حب يقول نكته تاني وانا ضحكت الحق نفسي بسرعه واروح الكانتين اجيب له حاجه بدل قربت الحب مرة وهي مرة، قربت الحب مرة قد مرة وهي مرة. جعفر عايزاك في موضوع. موضوع ايه؟
سوريا عايزه تعرف الولد ده ابنها ولا لا. تشغلش بالك، كبر مخك. لا مش هكبر مخي، دي مراتك على فكره وده حقها، هي مش جاريه عندك. بطل ظلم، احنا مش عايشين هنا في العصور الوسطى. هي راحت للراجل بيته وحاسه ان الولد ده يبقى ابنها. راجل مين اللي راحت له بيته؟ هي فين؟ انت رايحه بنت ناس غريبه يا بنت من غير ما تقولي لي؟ غصب عني والله، سامحني. انا اتجننت لما عرفت ان الواد ممكن يبقى عايش. عشر مره قال لك الواد ميت، انت ما بتفهميش؟ امال بتروح تزور قبر مين؟ انت عمرك ما حسيت بيا ولا حسيت باللي جوايا. انا كل يوم بتكوي بنار فراقه. وبعدين لو الواد ده مش عايش، الناس دي جت وقالت كده ليه؟ انت ولا كأنك ليك ابن ميت زيك زيي. صح، ما انت معلم كبير، موضوع الخلفة ده ما يفرقش معاك. اهم حاجة عندك موضوع الجواز. عيل بقى وراح، والحمد لله انه راح قبل ما تتعلق بيه. لا يا سرية، لا يا سرية، ما تقوليش كده على جعفر. ابنك ممكن يكون ما ماتش. خلاص يا سيد. وجعفر اللي مش عاجبك ده بقاله سنين شايل الحمل لوحده من غير ما يعرف حد. كتر خيرك يا سيد، خلاص بقى. جعفر اللي مش عاجبك ده بقاله 19 سنة بيدور على ابنه زي المجنون، عايز يعرف هو عايش ولا ميت. فكرك انه ما بيتعذبش لما بياخدك قدام قبر فاضي يقول لك ان ابنك تحته، والقبر لا فيه ابنك ولا زفت. قبر فاضي يا سيد. استنى يا جعفر، فكرك انه ما بيتعذبش لما بيقول لك انه لقى الواد ودفنه وهو لا دفنه ولا نيله، بس بيقول لك كده عشان ما تتعذبيش. هو ايه اللي جرى في الدنيا يا ناس؟ قبر فاضي؟ رد عليا يا جعفر، انا بقالي 19 سنه بقف قدام قبر فاضي؟ يعني انا ابني عايش صح؟ قولوا لي صح، ابني عايش؟ ابني عايش؟ ايوه ابني عايش، قولي ابني عايش، قولوا لي ابني عايش، رد عليا يا جعفر. ابني عايش صح؟ عايش ولا ميت ربنا وحده اللي يعلم. باخدك ونروح نقف قدام قبر فاضي عشان ما تتعذبيش. مش عايزك تحس الاحساس اللي انا حسيته.